دار الصحة ديالى دكتور علي حسين التميمي. قمنا اليوم بزيارة إلى مستشفى الخالص العام. فريق من قسم الصحة العامة مكون من مدير القسم إضافة إلى مدراء بعض الشعب مثل شعبة تعزيز الصحة ووحدة رعاية الأم والطفل لمتابعة أعمال المستشفى والخدمات الصحية اللي تقدم من خلال هذه المستشفى. من خلال متابعتنا المستشفى لوحظ وجود أطباء من كافة الاختصاصات من أطفال نسائية والجراحة والباطنية، أكثر من 32 طبيب اختصاص موجود في المستشفى، إضافة للأطباء الممارسين والتدرج والأطباء المقيمين اللي يقدمون أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في القضاء، إضافة إلى عدد كبير وخير من الملكات الصحية في هذه المستشفى. تقدم هذه الخدمات الصحية كافة من خلال هذه الشعب والوحدات والأقسام في المستشفى، حيث توجد صالة ولادة متكاملة، توجد ردهات خدج متكاملة، توجد صالة عمليات وعمليات تقدم بشكل مستمر ويومي. لوحظ عدم وجود أي نواقص في المستشفيات، مع عدم أنه المستشفى في حالة ترميم وتأهيل حاليا لإظهار بنايتها بأحسن صورة. كافة الأدوية متوفرة، كافة المستلزمات والأجهزة الطبية متوفرة. وهاي زيارتنا اليوم من أجل تنسيق مع إدارة المستشفى وتثبيت احتياجاتها، وخاصة في خدمات الرعاية الصحية الأولية اللي من ضمن اختصاص عمل قسم الصحة العامة. ونشكر إدارة المستشفى على تقديمها هذه الخدمات الصحية للقضاء. وحقيقة لاحظنا ولمسنا رضا الناس الموجودين في القضاء الخالص بالخدمات الصحية اللي تقدمها المستشفى وإدارة المستشفى. الهدف من الزيارات هو الوقوف على بعض المعوقات عن العمل وكذلك الاطلاع الميداني على الاحتياجات التي يحتاج المستشفى لها، ويتم المناقشة مع المسؤولين مباشرة لكي يتم تهيئة هذه المتطلبات وسد النقوصات. ويوجد هنالك بين مستشفانا تنسيق بيننا وبين قطاع الرعاية الصحية في الخالص، وهذا التنسيق يستفاد منه في رصد الأمراض الانتقالية والإبلاغ عنها لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على المرض وعدم انتشاره في قضاء الخالص. شعبة الصحة العامة من الشعب المهمة في الدائرة، ولديها وظائف مهمة وفعالة في متابعة البرامج اللقاحية للأطفال وفي برامج اللقاح عند الأطفال وبرامج السيطرة على الأمراض وعدم انتشارها. كما توجه الوفد وزار المركز الصحي النموذجي في الخالص للاطلاع على مستوى الخدمة الطبية التي يقدمها للمراجعين. تم زيارة المركز الصحي الخالص النموذجي للاطلاع على سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واطلعنا على جميع وحدات المركز الصحي، وكان العمل يسري على قدم وساق في تقديم خدمات علاجية ووقائية للمواطنين. قام فريق كامل من قسم الصحة العامة دائرة الصحة ديالى بزيارة مركز صحي الخالص النموذجي، وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعته وكيفية أعمال ودور الكوادر الصحية. كما قام رئيس قسم الصحة العامة الدكتور نبيل فاضل حداف أيضا بالمتابعة على سير هذه العمل، وقام هذا الفريق بإلمام بعض الموظفين إذا توجد هناك بعض المشاكل.